هذه المرة لا يمكن للإعلام الجزائري أن يقول أن لاعبي المنتخب المغربي هم من بدأ الشغب، ولا يسمح لهم أن يشيروا بإصبع واحد إلى المغرب. فضيحة تلك التي ارتكبها الجمهور الجزائري في المقابلة التي جمعتهم بالمنتخب السويدي على الأراضي السويدية. وقد شهدت المباراة أحدث شغب، ودخول مشجع الجزائر إلى أرضية الملعب وتقبيلهم للاعبي الخضر. وقد انضافت هذه الوقيعة إلى السجل الأسود للجمهور محاربي الصحراء، فأينما حلوا وارتحلوا حل الشغب والخروج عن النص، سواء في انتصاراتهم وخساراتهم. وفي هذه المباراة شهدت الدقائق العشر الأخيرة من اللقاء دخول الجمهور إلى الملعب احتجاجا على التحكيم، رغم أن المباراة ودية ولا تحمل أي تبع رسمي. وقد تباكى الجمهور الجزائري وإعلامهم على التحكيم كعاداتهم، ناسين أسباب هذه الخسائر المتتالية في المجال الكروي الجزائري، رغم أن الإعلام الجزائري يعلم أسباب هذه النتائج، إلا أنه لا يمكن له أن يتكلم لأنه مسير من طرف النظام الجزائري.